السلام عليكم. والله اليوم بتكلم لكم عن الأمن والأمان في سلطنة عمان، في سلطنة عمان الحبيبة، وأكررها سلطنة عمان الحبيبة. وربي شاهد على الكلام، وربي شاهد على الكلام. أنا جيب أغراض حل بيت، رحت اشتريت أغراض من السوق وجاي وقفت السيارة في المواقف برا، يعني والمواقف من المواقف البيت 20 متر. حلو حلو. دخلت البيت، الامور طيبه، وانا مدخل اغراض، ضغطت على الريموت مرتين، ضغطت عليها مرتين، تفتحت السياره. دخلت الاغراض، الامور طيبه. لما رحت الصباح احصل السقف مال السياره مفتوح، الدريش نازلين الاربعه. لما جيت اشوف السياره والله قطعه ما ملموسه، واحد ما لمس البيت. وعلى فكره انه الشارع هذا يمروا عليه اجانب، يعني يداوموا في المدينه، يمروا اجانب يوميا. الفجر يروحوا للدوام، يروحوا ناس للدوام، يعني يروحوا يعني ناس يعني ما شاء الله، يعني يروحوا يداوموا. ولا شيء ملموس. باش تعرفوا الامن والامان في سلطنه عمان، روح في الشارع الساعة 3، روح الساعة 2، ولا حد يلمسك، ولا حد يلمسك، ولا حد. أنا أقول الكلام هذا وأنا عايش في عمان 20 سنة، ما أتكلم أنا جيت أمس ولا أول أمس أتكلم عن الأمان. أنا 20 سنة وعايش في عمان، يعني ولا واحد يلمسك، ولا واحد يقربك، ولا شيء. أنت روح أنت وزوجتك، ولا حرمة تروح وحدة، حرمة تروح وحدة في الشارع، ولا حد يكلمها، ولا حد يجي عشان يضايقها ولا شيء. باش تعرفوا الامن والامان. الله يحفظ عمان، ويحفظ الحكومه، ويحفظ القياده، ويحفظ شرطه عمان السلطانيه، ويحفظ الجميع. انا اتكلم الكلام هذا وربي شاهد على كلامي. الله يحفظكم ويحفظ جميع امه المسلمين. نتمنى، شفتوا لو كانت في دوله ثانيه مسكر بتحصلوا طاير، بتحصل الكراسي طايرين. في دول تانية سيارة مسكرة والطوير تاع طيارين. تعرفوا عمان الأمن والأمان، الله يحفظها ويدومها عليهم خير وسلام يا رب. شكرا لكم وتحياتي لسلطنة عمان.